السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. شفتوا معانا في الفيديوهات اللي فاتت بداية التنجيد في الركنة ديت، وكمان وريت لكم نوع القماش اللي هننجد بيه ونوع الخشب، واتكلمنا عن تفاصيل كتيرة في الفيديوهات اللي فاتت. اللي ما شافهاش يقدر يرجع لها تاني. النهاردة هوريكم الخطوات اللي بدأنا فيها بعد الاستك اللي شفتوه في الفيديو اللي فات، وهوريكم الخامات اللي اتحطت وايه الشغل اللي عملناه في الركنة ديت. طبعا انا كنت قايله في الفيديوهات اللي فاتت ان الركنه ديت 3 قطع ومقاسها 5 متر وفيها سريرين. تعالوا بقى نشوفوا احنا عملنا ايه فيها. اول حاجه طبعا الخشب بتاعنا خشب زان، والدراعات هنا هتبقى اللي هي المربعه العدله ديت، ما فيهاش دورانات، ما فيهاش دراع فك وتركيب زي الموديلات اللي وريناها لكم في الفيديوهات اللي قبل كده على القناه. تعالوا بقى نشوفوا السفنج اللي احنا حطيناه وايه الشغل اللي اتعمل في الركنه دي. اول حاجه القطعه ديت كده فيها سرير من تحت، تمام، والسراير بتاعتها اهي. ده السرير وده السرير التاني، اتنين ورا بعض اهمت، لان انا قلت الركنه فيها سريرين، تمام. هنا القاعده ديت هتبقى ثابته عشان عندي سرير، فهنعمل القاعده ثابته. فاول حاجه شدينا الاستك، وبعدين حطينا السفنج بتاعنا، وبعدين حطينا طبقه فايبر رول كده زي ما انتم شايفين، وثبتناه بالدبابيس، تمام كده. واللي اتعمل في القطعه دي هو اللي اتعمل في باقي القطع التانية. ادي عندي القطعه التانية اهيت برضه، ديت هيبقى فيها سرير من تحت، تمام، والادراج بتاعت السرير هوريها لكم. ودول كده الدرجين بتوع السرير، ولسه الميكانيزمات بتاعتهم بتركب في الاخر خالص بعد ما بيتنجدوا من قدام، وكمان بعد ما السراير بتاعتهم بتتنجد. وده الشезлونج بتاع الركنه برضو نفس اللي حصل في التنجيد في القطعتين التانيين حصل في الشезلونج دوت. وطبعا الفتحات اللي بتبقى من تحت بالخشب بنسدها بقماش زي ما انتم شايفين، دي فضل قماش بنسد بيها الفتحات دي عشان لما نيجي ننزل السفنج عليها طبعا تبقى مسدوده. ودي يعني حاجات تكات كده في التنجيد، الناس اللي بتنجد عارفه الكلام ده. وهنا كمان كده كل الفتحات بتاعه الركنه سدينها كده زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للقماش اللي هيتغلف بيه الارضيه او القاعده بتاعه الركنه. تعالوا اوريكم على المكنه واحنا بنخيطه. ده بقى القماش بتاعنا، احنا كده خيطنا خياطه بارزه على المكنه، وعملنا المربعات ديت عشان هيبقى فيه هنا عند علامه الزائد دي هيبقى فيه نغز هتتعمل بالغسل وتتشد لتحت، زي كذا موديل كان موجود هنا على القناه وكان فيه نفس الكلام دوت، تمام. بناخد كده خياطات طول وعرض على المكنه. طبعا دي مش بتتعمل كده وخلاص، ليها مقاس، بناخد طول وعرض الكنبه او القطعه اللي هننجدها، وبنشوف المقاس اللي احنا خدناه دوت او اللي طلع لنا بتاع الطول والعرض هيطلع لنا كام مربع، وبنقسم المربعات دي على القماش في الخياطه كده. يعني بتبقى ليها حسبه معينه كده بحيث ان كل المربعات في كل القطع تطلع متساويه وتطلع بنفس المقاس، تمام. وطبعا في مثلا كنبتين لما بيجوا يتجمعوا جنب بعض كده عشان يعملوا لي الزاويه بتاعه الركنه، دي بيبقى فيها لازما الخطوط ديت تقابل بعضها. يعني الخطوط اللي احنا شايفينها دي لازم تقابل الخطوط بتاعه الكنبه التانية او القطعه التانية، تمام. يعني بتبقى ليها كده ايه حسبه معينه بحيث ان احنا نطلع كل الحاجات دي مظبوطه. فحاليا شغالين في خياطه الخياطه البارزه اللي هي على القماش المربعات ديت، وفي قطعه هنا خالصه. فبعد ما دي تتشطب الخياطه بتاعتها بتروح على الكنب وعشان تتشد وتتخيط. مش بتتخيط على الكنب طبعا، بتتدبس عشان تتثبت على الركنه. استنوا بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هوريكم الظهر بيتعمل ازاي، وهصور لكم باقي الشغل في الركنه ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه، كمان ما تنسوش تشتركوا في قناه زوجي، قناه فنون التنجيد. هتلاقوا فيها فيديوهات كتير اكتر من الفيديوهات الموجوده هنا، وفيديوهات تعليميه. وكمان اللي عنده اي استفسار يقدر يسيبه لنا في التعليقات تحت الفيديو، او يبعت لنا على الواتساب على رقم 012 818 66052، والرقم بسيبه في صندوق الوصف، ده رقم زوجي بيرد على كل الاستفسارات. والسلام عليكم ورحمه الله.